الاعشاب الطبيعيه الميزه بتاعتها ان انت بترفعي المناعه. كل ما رفعتي مناعه الطير بتاعك انسى اي مرض، انسى اي حاجه وحشه تخش عندهم ويلقطوها من الجو. طبعا مع تطهير وتنظيف المكان ده اساسي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ما يحلى الكلام الا بذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عليها افضل الصلاه والسلام. ازيكم احلى متابعين ومشتركين قناه مصطفى واحمد؟ صباح العسل، صباح التفاؤل والخير والبركه على جميع البيوت. النهارده معانا بقى فيديو تسمين عالي 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 للرومي او الفراخ البلدي في الاعمار دي. قول لهم يا مصطفى عمر الرومي دلوقتي بقى معانا قد ايه، عشان بقى عايزين نخش على الوصفه دي على الاكل. حاجه كالسيوم طبيعي، بروتين عالي، فيتامينات، فتح شهيه، مقويات. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه معانا الرومي، ولسه طبعا الرومي جوه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الرومي في الاوضه عند امل نوت بيطلعوا تمام بالصلاه على النبي. شايفين الرومي بقى عامل ازاي؟ حاجه بسم الله ما شاء الله. عمر الرومي معاكم النهارده يا جماعه 25 يوم ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا جماعه. تمام يعني هو كده داخل على الشهر اهوت، وانتوا شايفين الرومي. بس احنا ماشيين طبعا معاه بايه؟ ماشيين على طول معاه بالبيض يا جماعه. تمام هو البيض يا حبايبنا اللي مخلي الرومي بتاعنا كده بسم الله ما شاء الله، اللي هو يشد حيله ويكبر ويشد ويبقى جميل كده بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الوصفه ديت اللي عنده الرومي ما بياكلش هخليه ياكل، اللي عنده الرومي متكسح وعنده مش قادر يمشي هخليه يمشي. ليه بس؟ مشوا معانا واحده واحده. اللي ما سمعش الفيديو ده فاتوا كتير. الوصفه ديت لجميع انواع الطيور في العمر ده. في العمر ده ليه امل؟ لان بدايه ان هو يملى معاك، يشيل حجم معاك، يشيل اوزان معاك، لازم تقوي رجليه. هقوي رجليه ايه الا بالكالسيوم العالي. واخواتنا برضو اللي قالوا لنا الفراخ بتاعتكم اهي، شايفين اهي. طبعا الشباك مبهدل لكم الدنيا. اخواتنا اللي قالوا لنا مصطفى اوزن لنا الفراخ يا عم مصطفى، عاوزن لكم الفراخ. انتظروا الفيديو الجاي القادم ان شاء الله يا جماعه. وزن الفراخ ديت وخلطه التسمين القويه جدا، عشان اللي ما شافهاش هنقول له برضه عليها يا حبايبي. نرجع لكم تاني على الرومي. اهم حاجه الرومي. الرومي ده يا جماعه اللي بيشوفه لاول مره ده طالع عندنا رقد. يعني بسم الله ما شاء الله دي مش اول دوره نطلعوها، ده احنا مطلعين دورات قبل كده اللهم صل على النبي. واللي بنربوه راقد معانا فوق على السطح بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه الرومي ده طالع عندنا حبايبنا كده زي ما حضراتكم عارفين ان الرومي ده طالع عندنا رقد. احنا مش مشتريينه من مزارع ولا من حاجه. تمام الرومي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده طالع عندنا رقد. طبعا في وسطهم كام فرخه كام كتكوت اهمت لو انتوا مش شايفينهم. تمام بسم الله ما شاء الله. هحاول كده هشوفهم لكم اهو اهو. كام كتكوت كده يا جماعه زي ما حضراتكم كده شايفين. دي فراخنا برضو طالع عندنا رقد بسم الله ما شاء الله. علشان اللي بيقول لي انت ما بترقدش يا مصطفى، لا احنا بنرقد. يلا بينا. اهم حاجه نخش على الخطوه بتاعتنا وعلى الوصفه والخلطه اللي احنا جايين لكم عليها النهارده، وهنقول لكم كل المعلومات وتمشوا ازاي وتعملوها كام مره في الاسبوع عشان تحصلوا على اعلى الاوزان. هو ده اللي احنا عايزينه، زياده في الوزن. طيب يا مصطفى اللي عايز يعرف قبل ما نخش على الوصفه بتاعتنا ايه الفرق ما بين ان انت رومي تسمنه ورومي تسيبه لانتاج البيض؟ يعني مثلا احنا الرومي ده يا جماعه بنسيبوه عندنا بناخده منه مثلا سلالات. طبعا يا حبايبنا اهم حاجه في الرومي وهو صغير اللي احنا نسمنه كويس. اذا كنت انت هتاخده للبيض، اذا كنت انت هتربيه، اهم حاجه انك تسمنه كويس. تمام ده ما يشغلكش. بعد كده بعد ما يجيب ال6 شهور ما ندوش بقى اي حاجه خالص تسمين. الرومي البلدي بعد ما يوصل معانا لعمر ال6 شهور او 7 شهور ما ندوش يا حبايبنا اي حاجه للتسمين خالص. تمام نبدا بقى ندير البيض لو احنا هنربي للبيض، لكن لو هنربي للتسمين برضه هنمشي بخلطات تسمين. وكل حاجه موجوده على القناه. اللي عايز خلطات للتسمين وزياده الوزن هتلاقيها موجوده، واللي عايز خلطات لزياده انتاج البيض هتلاقيها موجوده. يلا بينا. طبعا يا جماعه بخصوص اللمبه ديت احنا بس ايه منور لكم المكان، لكن بعد كده خلاص هو الرومي بتاعنا ابتدى ان هو يكبر معانا فبنطفيها عادي مفيش اي مشاكل. تعال نخش على باب الرزق وباب السعاده بالصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. تعالوا قبل برضه ما نوريكم اي حاجه نمتع عيون حبايبنا، علشان بس احنا مش عايزين نحرمكم من اي حاجه. تمام اللي بيقول لنا يا مصطفى فين الارانب؟ الجو حر والدنيا بايظه. الارانب اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال ده يا جماعه اهو. خير ربنا الحمد لله انعم علينا بيه، اللهم لك الحمد. اهم حاجه يا جماعه في الموضوع ده اللي احنا بس نخلي بالنا من حاجتنا، يعني نحافظ على حاجتنا. زي ما حضراتكم كده شايفين هتلاقي ربنا باعت لك خير لا تحصى عليه قسما بالله. مش عارف انا مش عارف اقولها لك ازاي. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اهو انا بفتح لكم. شايفين الجمال يا جماعه؟ طبعا يا حبايبنا غير الجمال اللي انتوا شايفينه ده
انا عندي هنا بقى يعني عامل برضو بعمل لنفسي سلالات. دي الاوضه ديت بس كده الحاجه اللي انا ايه بصورها هنا. تمام، بسم الله ما شاء الله. دي كده يا جماعه سلالات برضو من الارانب اللي عندنا. بسم الله ما شاء الله. دي حته بابي ونهيت، ودي حته شنشله اهي. تمام، بسم الله ما شاء الله. كل دي لسه انا بعملها لنفسي سلالات، لسه الحاجات دي صغيره ما اتلقحتش يا جماعه. شايفين الجمال عامل ازاي؟ شايفين الحلاوه عامله ازاي؟ حاجه تفتح النفس للتربيه ولا ما تفتحش النفس؟ التربيه حلوه. تمام، ما تصعبش التربيه على نفسك، ما تصعبش التربيه على نفسك. حته دوجه اهي يا جماعه اللي انا بقول لكم عليها من ساعتها، الدوجه اهو. تمام، بسم الله ما شاء الله. ودي الخلفه اهي اهي، بسم الله ما شاء الله. واضح كده معاكم؟ بسم الله ما شاء الله. دي الخلفه يا جماعه. تمام، وده الذكر بتاعكم. كل حاجه حبايبنا هنقول لكم عليها وهنجيبها لكم وهنوريكم. طبعا اللي بيقول لي الام دي بتعمل ايه يا مصطفى؟ الام ديت كده عماله تنكش عشان تخش ترضع عيالها. تمام، علشان بس ايه محدش يتوه مني يا جماعه. الام ديت اول ما هفتح لها كده اهو اهو اهو، بسم الله. اول ما هاجي افتح لها كده هتخش على طول اهي. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اقفل عليه، شكرا. دخلت ترضع عيالها اهي. شايفين الجمال؟ الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا جماعه قسما بالله التربيه حلوه. التربيه ديت خير في المكان. يلا خش انت رخ. التربيه ديت خير في المكان يا جماعه كله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وبرضه اهي الام اهي، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين ايه العسل ده بقى؟ قولوا لنا، انا راضي رايكم. الحاجات ديت حلوه ولا الحاجات ديت احنا بنهزر وبنقول لكم اي كلام علشان تربوا وعلشان خاطر تعملوا لنا لايك وخلاص؟ ولا ايه رايكم؟ انا راضي رايكم وراضي ذمتكم ومتابعين مصطفى وامل. انا مش هقول اكتر من كده. اهو دي ام تالته اهي. اول ما افتح اجري تخش على جوه. بسم الله ما شاء الله. انا راضي برضو يا جماعه ذمتكم. اهو اهو اهو، بسم الله ما شاء الله. شايفين الخلفه؟ بسم الله ما شاء الله. سموا الله واذكروا الله وقولوا ما شاء الله. تمام يا جماعه، التربيه حلوه. التربيه بسم الله ما شاء الله هتربي وهتربح وهتكسب وربنا هيرضيك طول ما نيتك فيها خير. معانا كده يا جماعه بيض مسلوق زي ما حضراتكم شايفين اهوت. بسم الله ما شاء الله. وضح لنا كده يا امل. ما شاء الله. ايوه، بسم الله ما شاء الله. معانا بيض مسلوق اهوت، هرسناه يا جماعه، مفيش اي مشاكل. بدانا معاهم بالبيض المسلوق من عمر اليوم. طيب بعد البيض بقى يا جماعه الخطوه ديت تسمين بصوا عاليه جدا. يلا، زياده وزن ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وغير بقى الكالسيوم الطبيعي. تمام، معايا كده زبدايه، اللهم صل على النبي، معلقتين من الزبادي البلدي العادي مش اللي هو الفراوله. انا عايزك بقى تجي لي هنا بقى، عايزك تجي لي هنا. تعالي لي هنا. يلا شيلي تعالي لي. يلا تعالي لي. ايوه تعالي لي. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. ايوه تعالي. ايوه هنا كده. يلا بينا. عشان بس انا عايز اوضح بس لاخواتنا بس. ماشي. يبقى ديكوا شفتوا ايه؟ معايا البضايه. تمام، معايا الزبادي. بعد البيض والزبادي ما تروحوش معانا لبعيد، ده لسه الدنيا جميله خالص ما شاء الله. الوصفه ديت اتفرج على الرومي البلدي عندك اللي بيقول لك بيكبر بعد 10 شهور وبعد 12 شهر وبيشيل مثلا 7 كيلو. احنا بالصلاه على النبي كده 6 شهور يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، مش 6 كيلو وكله على الميزان باذن الله. يبقى معانا البيض ومعانا الزبادي الكالسيوم الطبيعي والبروتين بسم الله ما شاء الله. الخميره الفوريه اهي، معلقتين من الخميره الفوريه يا حبايب قلبي، اللهم صل على النبي. على الخلطه كده ادي فتح شهيه وكده، يعني ايه من بعد الاخر، يعني ما فيش كلام. هنقلب بقى كله على بعضه ولسه الجاي بقى احلى. ايه هو بقى الخلطه اللي معانا؟ احنا خلاص بقينا بندي علف تسمين على شويه دشيشه. الله ايه بقى الخلطه دي بس قبل ما تقلبي بقى؟ الخلطه اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم ديت بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دي بيبقى عباره عن قمح، عذرا، تمام، عباره عن علف تسمين تركيز 23%، عباره عن ذره شيشه، عباره عن شويه عيش طبعا، وغير التوابل. واللي عايز الخلطه يقول لنا واحنا تحت امركم. بسم الله ما شاء الله. قلبي يا باشا، قلب بقى حاجتك كده، اللهم صل على النبي، وحط للكتاكيت بتاعتك. شوف بسم الله ما شاء الله الخلطه دي هتعمل معاهم ايه. قبل ما نتكلم عن اي حاجه انا عايزه بس حاجتنا كده تاكل. اللهم صل على النبي. اطلعي لي بقى انت بقى كده خالص، وسعي لي بقى انت. عايزين بقى نتكلم عن فوائد الزبادي وفوائد اللي هو الخميره وكل حاجه معاكم باذن الله هنتكلم عنها. بصوا يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، الزبادي ده بروتين
بروتين وكالسيوم، اللهم صل على النبي، مش هتستغنى عنه. عندك اي كتاكيت، عندك فراخ، بط، لازم معلقه الزبادي في الفتره دي هتقويهم وهتديهم الكالسيوم اللي هم محتاجينه عشان رجليهم، منعا لاي كساد. طب الخميره بتعمل ايه؟ الخميره بصوا يا جماعه فتح شهيه، حاجه كده من بعد الاخر، بتقتل البكتيريا الضاره وبتساعد على تنشيط البكتيريا النافعه. هو ده اللي احنا عايزينه. البكتيريا النافعه لما بتتنشط معاكم عند الامعاء عند الطيور بتساعد معاهم ان هم يدوكوا وزن عالي، بيساعد معاهم على فتح الشهيه، بتمنع الامراض تخش عندهم. يعني الاعشاب الطبيعيه الميزه بتاعتها ان انت بترفعي المناعه، كل ما رفعتي مناعه الطير بتاعك انسى اي مرض، انسى اي حاجه وحشه تخش عندهم ويلقطوها من الجو. طبعا مع تطهير وتنظيف المكان ده اساسي معانا، الجير المطفي وبودره البلاط اللي بنرشوها على الارضيه منعا لاي طبعا يا جماعه عشان ارش الجير ده بالذات ارش قبل ما احط الحاجه بتاعتي. طيب لو الحاجه بتاعتي محطوطه يبقى انا اشيل الحاجه بعد كده ارش الجير يا جماعه، تمام؟ علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الجير ما يجيش في عين فرخه، ما يجيش في عين بطه، ما يجيش في اي عين اي حاجه يا جماعه يجي يتعبها، تمام؟ احنا مش عايزين على قد ما نقدر نتعب طيورنا. تمام كده يا حضرات؟ تمام يا حبايبي، يا رب كده ايه الوصفه تكونوا استفدتوا منها. البيض ما تستغنيش عنه لحد مده الشهر. طبعا اللي شايف الفراخ البلدي اللي هي كتاكيت البلدي اللي طالعه معانا تربيتها اسهل ما يمكن، يعني اللي حابب يجيب كتاكيت عندك الفيديوهات من عمر يوم، من عمر ما طلعوا من عندنا من البيضه لحد دلوقتي احنا شايفين احجامهم عامله ازاي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. طبعا لسه ما دخلوش في الشهر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. طب تعالوا بقى نشوفوا ايه حاجه جميله جدا كده معاكم. شايفين ادي العسل يا جماعه، وادي نهايه الفيديو. بسم الله ما شاء الله. مع بسم الله نشوف. بصوا عشان دي بتعض بنت لذينه يا جماعه، اهو اهو. عايز اوري اخواتنا على حاجه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، شايفين يا ست امي خالص. بسم الله ما شاء الله. والله ما انا عارف بقى واضح مع حبايبنا والله مش واضح مع حبايبنا اهو. وكده يا جماعه يا رب نكونوا خفاف على قلبكم وعند حسن ظنكم، فضلا وليس امرا من كل اخوات مصطفى وامل ومتابعين مصطفى وامل. ما تنسوناش في لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مع مصطفى وامل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.